إذا خبر عاجل. تولى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عندما كان واليا للعهد تنسيق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية منذ سنة 1985 تاريخ تعيينه في هذا المنصب من قبل والده المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثاره. وقد تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس الأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية هذا اليوم بتعيين صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسقا لمكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية. وترتكز القوات المسلحة الملكية في القيام بواجبها الوطني ومهامها الإنسانية والاجتماعية تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية حفظه الله على منظومة من القيم النبيلة، لا سيما منها ما تتحلى به مختلف مكوناتها من كفاءة وانضباط واستقامة والتزام، ومن غير وطنية صادقة وروح المسؤولية العالية، وذلك في وفاء وإخلاص دائم لشعارها الخالد: الله الوطن الملك.